العلقة التي رآها موسى في البرية والنار مشتعلة فيها ولم تحترق أغصانها، هي مثال مريم العذراء غير الدنساء التي أتى وتجسد منها كلمة الآب، ونار لاهوت لم تحرق بطن العذراء، وأيضا بعد ما ولدته بقيت عذراء. لم يزال إلها أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. فخر جميع العذراء هي مريم والدة الإله، من أجلها أيضا نقضت اللعنة الأولى التي جاءت على جنسنا من قبل المخالفة التي وقعت فيها المرأة لما أكلت من ثمرات الشجرة، من أجل حواء أغلق باب الفردوس، ومن قبل مريم العذراء فتح لنا مرة أخرى. استحققنا شجرة الحياة لنأكل منها أي جسد الله ودمه الحقيقين، فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح، لأنه ترأف علينا أتى وخلصنا. لم يزال إلها أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. أي عقل أو أي قول أو أي سمع يقدر أن يناط باللجة التي لا توصف التي لمحبتك للبشر يا الله الواحد وحده الكلمة المولود قبل كل الدهور باللاهوت بغير جسد من الآب وحده هو ذاته أيضا ولد جسديا بغير تغيير ولا تحول
من أمه وحده. وأيضا بعد أن ولدته لم يحل بتوليتها، وبهذا أظهرها بأنها والدة الإله. يا لعمق غنى وحكمة الله، لأن البطن الواقع تحت الحكم وولد الأولاد بوجعه القلب صار ينبوعا لعدم الموت. ولدت لنا عمانويل بغير زرع بشر، وانا قد فسد جنسنا. فلنصرخ نحو قائلين: المجد لك أيها الغير مدرك محب البشر الصالح، مخلص نفوسنا، لأنه أتى وخلصنا. لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلصنا. يا لكرامات الحبل الذي للبطن البتولي، والوالد الإله بغير زرع، إذ شهد الماء لك. لما ظهر ليوسف قائلا هكذا: إن الذي ستلده هو من الروح القدس. وأيضا كلمات الآب أتى وتجسد منها، ولدته بغير تغيير، وزاد هذا الآخر الملك قائلا: إنها تلد ابنان، ويدعى اسمه عمانويل، الذي تفسيره الله معنا. وأيضا تدعو اسمه يسوع، وهو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. فإذ صرنا نحن شعبه، فهو يخلصنا بقوته ويغفر آثامنا، فلنعرفه بثبات، لأنه هو الله بالحقيقة، تأنس بغير تغيير، المجد يليق به من الآن وإلى الأبد. لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي،
أتى وخلصنا. يا للطرقات الإلهية العجيبة التي لوالدة الإله مريم العذراء كل حين. هذه التي منها اجتمع معا بتولية بلاد ناس وميلاد حقيقي، لأنه لم يسبق الميلاد زواج ولم يحل الميلاد أيضا بتوليتها، لأن الذي ولد إله بغير آلام من الآب ولد أيضا حسب الجسد بغير ألم من العذراء. هو اتحاد الاثنين لاهوت وناسوت، ولهذا سجد له المجوس ساكنين وناطقين بلاهوت. قدموا له لبنا كإله وذهبا كملك ومران على موته الموحي. هذا الذي قبله من أجلنا بإرادته وحده الواحد وحده محب البشر الصالح مخلص نفوسنا أتى وخلصنا. لم يزال إلها أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. يا لعظم أعجوبة أخذ الضلع من جنب آدم وجبلت منه امرأة. كل عجينات البشرية أعطتها بالكمال لله الخالق وكلمة الآب. هذا الذي تجسد منها بغير تغيير ولدته كإنسان ودعي اسمه عمانوئيل. هي أيضا فلنطلب إليها كوالدة الإله كل حين أن تشفع فينا لدى ابنها الحبيب، لأنها مكرمة جدا
عند جميع القديسين ورؤساء الآباء، لأنها آتت لهم بمن كانوا ينتظرون. كذلك الآباء الذين تنبأوا من أجله بأنواع كثيرة وأشياء شتى، بأنه يأتي ويخلصنا والرسل معا، لأنها هي والدة الذي كرزوا به في كل المسكونة، والشهداء المجاهدين، لأنه قد خرج منها وضع جهادهم الحقيقي ربنا يسوع المسيح. هذا فلنمجد عظمة غناه الجزيل وحكمته التي لا تحد، سائلين رحمته العظيمة. لم يزل إلها آتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي آتى وخلصنا. أقسم الرب لداود بالحق ولم يحنس، أن من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. فلهذا لما طاب البار قلبا منه يولد المسيح حسب الجسد، طلب باشتياق أن يجد مسكنا للرب الإله الكلمة، وهذا أكملهم بسر عظيم. وللوقت صرخ بالروح قائلا: إنا قد سمعنا في أفراته التي هي بيت أولح، الموضع الذي تفضل عمانوئيل إلهنا أن يولد فيه حسب الجسد من أجل خلاصنا، كما قال أيضا ميخا النبي: وأنت أيضا يا بيتي لح أرض إفراط لست الصغرى بين ولاية يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل.
الذين تنبأوا بهذا الروح الواحد من أجل مجيء المسيح، هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس منذ الآن وإلى الآن أبد. لم يزال إلها أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا الواحد من الثالوث المساوي للآب في الجوهر، لما نظر إلى مذلتنا وعبوديتنا المرة، طأطأ سماوات السماوات وأتى إلى بطن العذراء وصار إنسانا مثلنا، ما خلا الخطية وحدها. لما ولد في بيت لحم كأخبار الأنبياء، أنقذنا وخلصنا لأننا نحن شعبه. لم يزال إلها أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. رأيت آية ظهرت في السماء، إذ امرأة متسربلة بالشمس والقمر أيضا تحت رجلاه أيام، 12 كوكبا تكلل رأسها، وهي حبلى تتمخض صريخة لتالي. هي مريم السماء الجديدة التي على الأرض المشرقة لنا منها شمس البر، لأن الشمس المتسربلة بها هي ربنا يسوع المسيح، والقمر الذي تحت رجليها هو يوحنا المعمدان، 12 كوكبا المكلل رأسها هي 12 رسولا يحيطون بها ويكرمونها. فلهذا يا جميع الشعوب نمجد العذراء، لأنها ولدت لنا الله وبتولية
بشريتها مختومة، لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلص